ب38 جنيه. عملت 10 اطباق وكمان وفرت وما حطيتش اضافات كتير، هو بس 38 جنيه، لا اكتر ولا اقل. تعال اقولك عملته ازاي وليه. بس قبل اي حاجه صلي على الحبيب، قلبك يطيب، اعملي لايك، قولي لي رايك في الكومنتات، وكمان اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت، يوميه شهريه اسبوعيه، وان شاء الله هعمل لك ميزانيات كلها على قد الايد. كل اللي انا جبته ربع كيلو رز مصري، هاتي اي نوع رز يكشي يكون ارخص نوع رز، وهنزل عليه بكوبايه من السكر. الكوبايه دي 200 مللي. بعد ما غسلت الرز هقلب الكلام ده كله عشان الرزايه تتشرب بالسكر وتبقى الرزايه كلها مطعمه طعم السكر. وهنا كمان جبت لتر لبن. لتر اللبن عامل 33 جنيه. ربع رز عامل 5 جنيه، ده اقل من ربع كمان، ولتر لبن عامل 33 جنيه. اوعي تفضي الكيس كده وترميه. بعد ما تفضي الكيس خد الشويه اللي فيه بشويه ميه وفضيهم. مش هناخد اكتر من كيلو لبن، وهيطلع احسن من الجاهز وبدون اضافات كتير. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. انا هنا فضيت اللتر لبن زي ما انت شايفه، بس طبعا وقع مني شويه هشيلهم عشان لازم النظافه تكون تمام. هخلص اللتر لبن هفضيه وهزود عليهم لتر ميه سخنه، ولازم الميه تبقى سخنه. ليه بقى؟ عشان هنا يبقى شبعنا الرزايه باللبن، الرزايه تبقى دايبه في اللبن ومطعمينها بالسكر، والميه كمان هتكمل سواه وهتحافظ على سمكه. وما تخافيش مش هيبقى كتير، هو لتر لبن على لتر ميه. اللهم بارك. وسيب الرز يغلي غلوتين مع كوبايه السكر، مش هنحط اي حاجه تاني اطلاقا. ما تنسيش تكتبي لي الميزانيه زي ما قلت لك. ان شاء الله بعمل ميزانيات واكلات كلها على قد الايد، هتعجبك باذن الله، وبجدد فيها كل يوم، بنزل فيديو جديد اذا كان ميزانيه او حتى اكله اقتصاديه. هنا ولعت النار وهسيبه يغلي. اول ما يغلي ويخش في الغليان هوريكي خطواته او مراحل اكتمال الرز بلبن. ولا تقولي لي سيد حنفي ولا تقولي لي ابو طارق، زي ما قال الكتاب الرزايه دايبه في اللبن والسكر. اللهم بارك. هنا بدوق السكر لقيته تمام. عايزه تزودي سكر عن كده زودي، احنا بالنسبه لنا ال 200 مللي كانوا تمام وعالي العالي. صلي على الحبيب، قلبك طيب. اول غلوه واحده اهي بدات الرزايه تنفش وتطلع فوق. ما تخافيش مش هيشرب السوائل دي كلها، لا هحافظ عليه. مش هنحط ولا نشا ولا هنحط اي اطعمه مختلفه. ادي اول غلوه وهغطيه وهسيبه يغلي يطفي. بعد ساعه تولعي عليه هتلاقي المنظر ده. اللهم بارك زي ما قال الكتاب. مش هنحتاج نحط نشا، هتحافظي على كشكشته. اللهم بارك. مش هيصدقوا ابدا ان ده معمول في البيت. هنا بعد اول ساعة من غليان، بعد ما المية هدي، بعد ما الرز برد خالص، رحت مولعة تاني عليه على نار هادية نص ساعة. عايزاه يسخن او يدفع عشان يتشرب كل السوائل اللي حواليه وفي نفس الوقت ما ينشفش. دي كانت تاني مرة وهغرفه. اللهم بارك بقى. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. غرفت اول 5 اطباق ولسه الحلة فيها تاني. اللهم بارك. الحلة كبيرة، كل البيت كلوا حلة، وهتقعدوا يومين تاكلوا ب38 جنيه. صلي على الحبيب، قلبك يطيب.